بسم الله الرحمن الرحيم. طه موسى يحييكم في قناته تعليم الشنط الجلدية. النهارده هنتكلم بالتفصيل عن الجمدان والسلسلة. دي يا اخوانا دي مصطلحات مهنة. ايه العلاقة بين السلسلة والجمدان؟ الجمدان لو 8 سم لابد يكون السلسلة 8 سم. 8 سم السلسلة عدد 2، الجمدان عدد 1. بنقسم السلسلة 2 4 و4 والسوستة في النص، ونجمع السلسلة على السوستة الاتنين مقاس 1. طب ازاي نجمع السلسلة والجمدان؟ السلسلة والجمدان هم محيط وش الشنطة أو ظهر الشنطة. زي ما قلنا قبل كده لازم يكون وش الشنطة وظهر الشنطة مقاس 1. بسرعة نتكلم وخلي بالكم مصطلحات المهنة. بنقلب الجمدان كده الحرف على الحرف، وبنعمل عملية بسيطة اسمها قطة. المصطلح دوت في مهنة الشنطة اسمها قطة، وممكن يكون في مهنة الملابس اسمها فروت. دي قطة. بناخد النص بنعلم ولكن بالمقص. الناحية التانية بردك السلسلة الحرف على الحرف، وبناخد قطة. الناحية التانية بناخد قطة علام بالمقص. علمنا السلسلة وعلمنا الجمدان. ازاي نجمع السلسلة مع الجمدان بالشكل دوت؟ على اي اساس؟ قلنا السلسلة والجمدان هما محيط الوش او الظهر. ادي السلسلة والجمدان بعد العلامة. السلسلة والجمدان قبل التجميع، وده السلسلة والجمدان بعد التجميع. وادي الحلقة مكان اليد. طب ازاي نحسب او نعلم مكان السلسلة والجمدان؟ معروف ان السلسلة بيبقى فوق في الشنطة، والجمدان من تحت في الشنطة. هي ادي الجمدان وادي السلسلة، تمام؟ وادي وش الشنطة. انا معلم وش الشنطة من فوق ومن تحت. ادي مكان الجمدان. بجيب القطة على القطة واحط القطة كده على القطة والف بالراحة كده. اخر نقطة للجمدان بعلمها بأي قلم أو ماركة. ده نهاية الجمدان. السلسلة زي ما قلنا من فوق القطة على القطة والف كده. ادي نهاية الجمدان وادي نهاية السلسلة. احط صباعي كده ومسطرة اقيس 2 سم، بزود نص سنتي. لو سنتي ونص بخليها 2 سنتي، لو 2 سنتي 2 سنتي ونص. دي لنفرض اللي هي سنتي ونص. هنعلم على 2 سنتي. 2 سنتي بتوعنا همت، و2 سنتي بتوعنا، وبنجمع الجمدان مع السلسلة ان شاء الله. وانا بقفل هتديني شنطة مظبوطة بالشكل دوت. وقبل ما انهي الحلقة ديت بهدي وردة عطرة برائحة الياسمين إلى أستاذي الأستاذ مصطفى الكردي، صاحب قناة مصطفى الكردي زراعة الأسطح، لأنه من شجعني على تقديم هذا العمل وتقديم المعلومة للناس. وإلى اللقاء في معلومة أخرى.